السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله النهاردة هو أهم النصائح اللي لازم تكون عارفها قبل ما تروح سوريا الأزبكية. هقسم الفيديو لجزئين. أول جزء قبل ما تروح سوريا الأزبكية، والجزء التاني وأنت في سوريا الأزبكية ذات نفسه هتعمل إيه. أول جزء قبل ما تروح سوريا الأزبكية لازم تكون عارف الطريق، لازم تكون عارف أنت رايح فين. وده تعرفه من خلال حاجتين. أول حاجة يا إما تعرفه من جوجل، تسأل جوجل وتشوف الأماكن وإزاي تركب وإيه المواصلات اللي تركبها وتروح إزاي. وتاني حاجة انك انت تسأل حد زميلك او حد صاحبك راح قبل كده المكان، وهيوفر عليك كتير. فما تكسفش انك انت تسأل اي حد، واسأل عشان تكون عارف المكان قبل ما تروح. تاني حاجة لازم يكون معاك نت او داتا، لازم يكون معاك نت انك انت وانت رايح عشان لو توت لا قدر الله تكون عارف انت هتمشي ازاي، طب هتتعامل ازاي، وتسأل الخرائط بتاع جوجل. دي تاني حاجة. تالت حاجة لازم يكون معاك فلوس كفاية، لازم تكون واخد فلوس كفاية ان هي تكفيك، عشان في كتب كتير هناك هتشدك. فلازم تكون عارف يكون معاك فلوس انك انت تشتري اي حاجة تعجبك. تالت حاجة انك انت يكون مخطط او عامل لستة كده باسماء الكتب والروايات اللي انت هتشتريها. فعشان ما تستحلش كتير في الحاجات اللي هناك، وفي الاخر وانت راجع ما تجيبش الحاجة اللي انت عايزها، وبالتالي سعادتك بالمشوار هتقل. فبالتالي مش هتكون فرحان بيه، ومش هتكون متحمس انك انت تروح بعد كده تاني. لو حسيت انك انت توت في المكان في اي وقت من الاوقات، يبقى اسال الناس، اسال الناس وما تكسفش، لان فعلا الناس متفاهمه الموضوع، وهتلاقي الناس متعاونة معاك وهيوصلوك لغاية المكان. فاللي يسأل ما يتوهش. سادس حاجة أو خامس حاجة، وأنت رايح هناك حاول إنك أنت تروح بدري، أو ما تروحش متأخر قوي. ميعادك سوريا الأزبكية بيفتح غالبا من الساعة 10، بيكون في البدايات. من بعد الساعة 10 بيبدأ بقى الشغل كويس. يعني أنت لو عايز روح مثلا من الساعة 12 كده، 12 الصبح معاك لغاية الساعة 8 أو 9 بالليل. بس ما تأخرش عن 9، لأن المكان هتلاقيه قفل، ومواعيد المكان أصلا من الساعة 10 لغاية الساعة 9. فحاول إنك أنت تروح بدري وتلحق الكتب، لأن الكتب في بداية السوق بتطير، وهتيجي لو أنت رحت متأخر ممكن ما تلاقيش الحاجة اللي أنت عايزها. فحاول إنك أنت تروح من الساعة 12، لأن الكتب بتبقى لسه موجودة، وهتلاقي حاجات هناك كتير تعجبك وتبسطك. تاني جزء من الفيديو، وهو وأنت هناك في سوريا الأزبكية هتعمل إيه. اول حاجه لازم تشوف الكتاب عند كذا حد، وتسال على السعر عند كذا حد، وما تختارش الكتاب من اول مكان يقابلك، لان هتلاقي اماكن غاليه جدا ومبالغه في الاسعار جدا. فحاول انك انت تسال عن نفس الكتاب في كذا مكان، وان ارتحت ليه فاشتريه. وخلي بالك وخلي بالك من الكواليتي بتاع الكتاب، لان احيانا الكواليتي بتبقى مش كويسه مقابل السعر. النصيحة التانية، ما تاخدش الكتاب لمجرد ان هو شدك او عجبك والعنوان بتاعه كويس او الغلاف بتاعه كويس او الباكجينج بتاعه كويس. حاول انك انت تختار الكتاب لقيمته، للعلم اللي جوه فيه، للحاجة اللي انت هتستفاد منها، للمتعة اللي انت هتكتسبها منه. حاول انك انت تختار الكتاب كويس. وفي 3 معايير هنختار على اسهم الكتاب. اول حاجة هتقرأ الظهر بتاع الكتاب، هتلقى فيه شوية مقولة زي كده مثلا. في مقولة ورا هنا كده، حاول انك انت تقراها وتاخد خلفية عن الكاتب، بتبقى مكتوبة تحت. تاني حاجة هتفتح الكتاب وهتشوف الفهرس، وتقرا فيه وتشوف العناوين. بيبان جدا من العناوين بتاعته اذا كان الكتاب قيم ولا مش قيم. فحاول انك انت تقرا الفهرس. تالت حاجة انك انت تفتح صفحة معينة وهتبص للكتابة، هتشوف الكلام كله، هل الكتاب منطقي وفعلا كويس ومفيد ولا لا. وتاني حاجة فيه هتشوف الكتابة، لان احيانا بتلقى الكتابة غلط. فحاول انك انت تقرا الكتاب وتشوف الكتابة مكتوبة صح ولا لا. لان الناس كتير وقعت في الغلط ده، واولهم انا وقعت في الغلط. وفي رواية انا اتعكننت بسببها وجبتها وعايز اجيبها تاني، هي جميلة جدا. فللاسف ما عرفتش اقراها وما عرفتش استفاد بيها بسبب ان الكتابة مش كويسة وفيها كلام غلط كتير. فحاول انك انت تركز في الكتابة. تالت نصيحة، حاول انك انت تختار الكتب الكويسة، عشان في كتب كتير هتلاقيها هلس والمحتوى بتاعها مش كويس. فحاول انك انت تختار الكتب الكويسة، وتكون محدد انت عايز تروح تجيب ايه. متختارش الكتاب لمجرد العنوان بتاعه شدك. حاجة وهي تفحص الكتاب، اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت في النقطة اللي قبليها. حاول انك انت تفحص الكتاب من كل حاجة، من حيث المحتوى بتاعه، من حيث الكونتنت بتاعه، من حيث الكتابة بتاعته، من حيث كل حاجة، لان عشان ما تاخدش حاجة غلط. بس ده كان كل الفيديو. عجبك بقى ان شاء الله ما تنساش تعمل اشتراك وتدعمنا، وتدينا لايك لو الفيديو عجبك، ديسلايك لو الفيديو ما عجبكش، تشاركنا تعليقك تحت هل الفيديو ده استفدت منه ولا لا، وحاول انك انت تشيره من بين اصحابك. بس كده، نشوفكم في فلوج جديد. سلام.
سلام. سلام.